مجموعة من النجوم اللي دخلوا الحبس لأسباب مختلفة في قضايا متنوعة زي قضايا الآداب والتعاطي والقضاء على حياة الأشخاص. فتعالوا معايا أعرفكم على قصصهم من خلال الفيديو ده. في سنة 1997 اتهز الوسط الفني كله بعد ما الناس صحيت في مصر على خبر القبض على شبكة آداب فيها نجمتين هما حنان ترك ووفاء عامر، وفضل الاتنين جوه الحبس لمدة 12 يوم كاملين، واتسربت وقتها صور ليهم وهم بيتعمل عنهم البحث الجنائي، وكانت فضايح بجلاجل في الصحافة ساعتها. وبعد تحقيقات كبيرة خرجوا الاتنين من القضية بسبب عدم توافر أدلة كافية تدينهم، وطبعا لما طلعوا من الحبس كانت سمعتهم متبهدلة، وكل ده بسبب القضية دي وكمان طريقة خروجهم منها. لكن لما حصلت بقى أحداث يناير طلعت حنان ترك ووفاء عامر واتهموا رجالة نظام مبارك إنهم لفقوا ليهم القضية دي عشان يشغلوا الرأي العام بعد وقعة الأقصر الشهيرة واللي راح بسببها سياح كتير. أما بقى تاني حالة معانا فهي للفنانة وفاء مكي اللي كانت حكم عليها بالحبس 3 سنين بعد ما اعتدت على الخدمات بتوعها، وتم إثبات التهمة عليها ونزلت العقوبة من 10 سنين. وطبعا بعد ما خرجت وفاء مكي من الحبس ما قدرتش ترجع تاني إنها تشتغل زي الأول، وده بسبب عدم محبة الناس ليها عشان القضية دي، بالرغم إنها حاولت تقول إنه القضية اتلفقت ليها، وكمان إن ميار الببلاوي معاها دليل البراءة بتاعتها. أما بقى تالت حد معانا فهي الفنانة معالي زايد اللي كانت عملت مشهد ساخن في فيلم أبو الدهب مع ممدوح موافي والدنيا اتقلبت عليهم، فبعدها على طول جوزها سابها واترفع عليها قضية التحريض على الفسق والفجور وتقديم مشاهد فاضحة، والمحكمة وقتها حكمت عليها بالحبس لمدة سنة، بس راحت وعملت استئناف والمحكمة برأتها وحبسوا المنتج 3 شهور مع وقف التنفيذ وخد 5000 جنيه غرامة. أما بقى ماجدة الخطيب فكانت اتحبست أكتر من مرة، فخدت حكم بالحبس 1.5 سنة بسبب قضية تعاطي ونفذتهم، وبعدها برضه اتحبست سنة بعد ما قضت على حياة شخص بعد ما خبطته بالعربية بتاعتها وهي شاربة. اعترفت كمان بأنها غلطت فعلا وتستاهل العقوبة. ونفس الشيء حصل مع نجم الكوميديا العملاق سعيد صالح اللي شرب في السجن لمدة سنة كاملة بسبب التعاطي وعشقه للحشيش. وخد عندك بقى الفنان برضه حاتم ذو الفقار اللي اتقبض عليه أكتر من مرة بتهمة التعاطي والإتجار كمان، ومش بس كده ده خسر مراته نورة بسبب قصة التعاطي دي ومرضيتش إنها تكمل معاه حياتها الزوجية. وفي سنة 2013 كانت دينا الشربيني حبيبة الهضبة عمرو دياب اتمسكت في شقة في الزمالك بممنوعات، وكانت وقتها بتتعاطى ودخلت الحبس لمدة سنة كاملة. الغريب بقى ان قضية التعاطي كانت وش الخير على دينا الشربيني اللي اشتهرت بعد ما طلعت من الحبس، وخلال برنامج من البرامج اكدت انها معرفتش بالتعاطي وانها قضية متلفقة وهتكشف تفاصيلها في يوم من الايام. اما بقى منى شلبي النجمة الكيوت فكانت قبض عليها برضه في مطار القاهرة سنة 2022 وكان معاها برضه ممنوعات، اتحقق معاها وخدت إخلاء سبيل بكفالة 50,000 جنيه، واتحكم عليها بسنة مع وقف التنفيذ وخدت غرامة 10,000 جنيه. وفي النهاية بقى اكتبوا لنا انتوا كمان رأيكم في التعليقات عن العقوبات دي، هل يستحقها النجوم دول ولا لأ؟